تعال نشوف ليه هيفومي آبي بطل العالم خسر في الربع نهائي مع لاعب الطاجكستان. اول حاجة هتلاحظ انه آبي بيلعب يمين وطاجكستان بيلعب شمال، يعني الوضع اللي بنتكلم فيه وضع كينكا يوتسو. آبي معروف انه بيلعب بوسطه سيوناجي تسوريكوميجوشي وان هان، لكن لما دخل الحركة كان المفروض يوقف الطاجكستاني على السبورتنج ليج او قدم الارتكاز اليمين بتاعته، لكنه لفرق الطول ولانه ماسك من تحت البط صحيح لكن فوق عند كتف المنافس والمنافس اطول منه، ما قدرش يوقف المنافس على الرجل اليمين. فبدل ما يوقفه على الرجل اليمين ويحط وسطه زي ما هو متعود في التكنيك بتاعه، اضطر ان هو يقلب بدل وسط يقلبها اوتش ماتا من الوضع اللي هو وصل ليه. الطاجكستاني صدر رجله اليمين في الارض واتحولت، بدل ما هي كانت المفروض تبقى سبورتنج ليج يعني يبقى واقف عليها فيبقى سهل ان آبي يخش فيه حركة الوسط وجوشي يرمي سهل جدا، قلب السبورتنج ليج دي قلبها لدرايفنج ليج، يعني قلبها بدل قدم داعمه لقدم دافعه. لما تبص في الكوميكاتا هتبص تلاقي انه آبي الباور هاند اللي حطها تحت باط المنافس وقعت منه لما لف واستخدم رجله والولد اطول فقدت عملها، ثم الكنترول هاند بتاعته اللي ماسك بيها الكم اتاخدت منه، وبالتالي الدخله اتقلبت كلها عليه.